السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم اسهل طريقه باش تحضروا قريشلات كيجيو هشاش ومقرمشين في نفس الوقت. الطريقه اللي غنشارك معكم اليوم هي طريقه الوالده ديالي، وهي اللي غتصاوبهم في هذا الفيديو. غنعجنوهم مع بعض، والطريقه باش كتقادهم هي طريقه زوينه بزاف، كيجيو زوينين والكل كيحماق عليهم. هي معروفه بالقريشلات، كل شيء كيحماق على القريشلات ديالها. فإلا كنتم مهتمين خليكم معايا باش نشوفوا المكونات اللي غادي تحتاج. هنا في واحد الكسريه لقيتها بدات. المهم غنقول لكم شنو درت هنايا 2 بيضات، زلافه مع مرش ديال السكر، وزلافه ونص ديال الزيت مع نص زلافه ديال الزبده مذوبه. والزبده ضروري تكون حيوانيه، يعني ديال العبار، ما تكونش مارغرين. وعلاش اختارينا الزبده الحيوانيه؟ على جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى، فيها نسبه دهون كثيره، يعني كتساعد القريشلات يجيو هشاشين اكثر. وتاني حاجه المذاق كيجيو زوينين بزاف بالزبده الحيوانيه، على عكس الا استعملتو مارغرين. المهم بالنسبه لنا حنا دائما كنستعملوا الزبده الحيوانيه. من بعد دارت 5 دراهم ديال الزنجلان و5 دراهم ديال النافع، من بعد ما نقاتهم من طبيعه الحال. صافي هنايا بدات كتحك هذاك السكر حتى كيذوب تماما في الخليط. يعني ضروري تبداو تخلطوا حتى ما كتحسوش بالحبيبات ديال السكر. صافي ملي كنتاكدوا بلي السكر داب تماما كنضيفوا الماء يكون دافي، تقريبا زلافه مع مرش. وكيف ما كتشوفوا هنايا اللون ديال الماء راه صفر، غير درناه في الزلافه اللي عبرنا بها الزبده. المهم ماشي مشكل، حنا استعملنا نفس الزلافه في العبار ديال المكونات كاملين. هذه هي الزلافه باش عبرات. صافي كتبدا تحرك حتى كينسجم الماء مع المكونات. من بعد كتضيف الخميره ديال الحلوى، ونسيت البنات ما قلتش لكم حتى الفاني وحتى القشور ديال الليمون. صافي غير كنتاكدوا باللي الخليط تخلط مزيان. وكيف ما شفتوا راه الخميره غادي تنسجم مع الدقيق. من بعد الدقيق يكون مغربل ويكون خاص بالحلويات. بالنسبه للكميه ديال الدقيق كتبقى على حساب الخليط، كتبداو تضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع لكم العجينه. وديما الدقيق كيبقى على حساب الخليط لانه كيختلف من نوع لنوع. المهم حنايا كنبداو نضيفوا الدقيق حتى كنجمعوا العجينه، وانتم غتشوفوا القوام ديال العجينه كيفاش خصو يكون. المهم انتم غتشوفوا معايا في الاخر، ومن بعد غنقول لكم تقريبا شحال ديال الدقيق دخلنا في هذا الخليط هذا. فاطمة ارحمي يا راحت العقل ترحمي من جبال طال سقامي. صافي هذه اخر كميه ديال الدقيق ضفتها. المهم انتم غتشوفوا القوام ديال العجينه كيفاش كيكون. صافي هذه هي العجينه. من بعد ما دلكتها شويه كتبان لكم العجينه بحال كتفتت، ولكن هذا هو القوام الصحيح. العجينه خصها تكون هكا بهذا القوام هذا. ضروري تكون العجينه بهذا الشكل هذا باش يجيوكم القريشلات مقرمشين وهشاشين في نفس الوقت. صافي دابا غندوزو باش نشكلوا القريشلات ديالنا، وتقريبا كلشي كيعرف كيفاش كنقطعوهم. وغير واحد الطريقه البنات، هنايا ما كنحربلوش العجينه كامله عاد كنبداو نقطعو. حنا كناخذوا شويه من العجينه كنحربلوها ونقطعوها مباشره في الطاوه اللي نكونوا رشينها بشويه ديال الدقيق. كنحس بهاد الطريقه هذه بحال ساهله على انك تحرب لي العجينه كلها وعاد تبداي تقطعي. انا كنخدمهم مع الوالده ديالي بهاد الطريقه هذه ودغيا كنساليوهم. المهم كنبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى كنعمروا الطاوه الاولى وكنمشيو كنشعلوا الفران. بالنسبه للفران الا استعملتو ديال الضو كديروا 160 درجه الفوق والتحت، والا عندكم فيه الفرفاره كتشعلوها حتى هي، ما كانتش ما كديروهاش. الا استعملتوا الفران ديال الغاز البوطه تكون مهيله وكتشعلوا الفوق والتحت. المهم كنبقاو مستمرين حتى كنكملوا 2 ديال الطاوات الاولين، وندوزو من بعد باش نوريكم الطريقه باش كنطيبوهم. صافي هادو هما الطاوات من بعد ما وجدناهم كيف ما كتشوفوا. هادو هما القريشلات كيفاش قطعناهم. دابا غندوزو للطريقه ديال الطياب. بالنسبه للطريقه ديال الطياب البنات ضروري الفران يكون على درجه تكون مهيله، سواء استعملتوا الفران ديال الضوء او لا ديال الغاز.
المهم كديروا الطاوه الاولى في التحت، كتشوفوا الحبات ديالكم بداو كينشفوا وتغير اللون ديالهم ولاو بيضين، وملي كتهزوهم كتحسوا بهم نشفوا تماما ما كيلصقوش في اليد، صافي كتطلعوهم للفوق. ونفس الطريقه الطاوه اللي لتحت كتسناو عليها حتى كتنشف تماما، ومن بعد كتبداو تحمروهم، كتشعلوا غير الفوق وكديروا 180 درجه وتبداو تحركوا فيهم حتى كيتحمروا وياخذوا هذا اللون الذهبي ويكونوا كاملين في نفس اللون. وضروري تبداو تحركوهم مره مره باش ياخذوا نفس اللون. بالنسبه للون راه كيبقى على حسب الذوق، كل واحد كيفاش كيبغيهم، كاين اللي كيبغيهم محمرين بزاف، كاين اللي كيبغيهم هكا مذهبين. وبالنسبه لينا حنا هذا هو اللون اللي كيعجبنا. وكانوا هادو هما القريشلات ديال اليوم، نقدمهم لكم بالصحه والعافيه. قدموهم مع كاس ديال اتاي كيجيو اكثر من رائعين، وبالخصوص بهذه الطريقه هذه كيجيو مقرمشين وفي نفس الوقت هشاش بزاف. الكل كيحماق عليهم، جربوهم وانا متاكده غادي يعجبوكم. فقط تبعوا المراحل كيف ما هي واكيد غادي تنجحوا فيهم ان شاء الله. ما بقى لي الا نودعكم اخواتي، وما تنساوش بحال دائما الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لينا لايك، وكذلك تشتركوا في القناه الى مازال ما كنتوش مشتركين، وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. شكرا لكم على المتابعه.